ازاي تدمر حياة اي واحدة وتدخلها في اكتئاب متواصل ما تخرجش منه غير بمعجزة، وطبعا ده في خلال 4 خطوات بس. اول خطوة بنسميها خلق التعود. عودها على وجودك 24 ساعة في اليوم انت معاها، وقت ما هي تتصل عليك رد عليها على طول، تبعت لك مسج ترد عليها على طول، اول ما تحتاجك تلاقيك في وشها على طول، حرفيا بتشاركها يومها بكل التفاصيل حتى لا تتطلب منك انك تقحم نفسك في يومها بالعافية. الخطوة الثانية ألا وهي جرعة زائدة من الاهتمام. اديها جرعات زايدة من الاهتمام، اتكلم معاها باستمرار، حاسسها ان هي محور الكون، قول لها كلام حلو طول الوقت، ودايما حاسسها ان هي مفيش زيها وان انت مبسوط ومش مصدق ان واحدة زيها معاك. ثالث مرحلة ألا وهي إعطاء الوعود. أنا هتجوزك، أنا هخطبك، أنت بتاعتي، أنت ملكي، أنا مش هسيبك أبدا، أنا هفضل جنبك، أنا هخلي بالي منك على طول، أنا مش همشي إلا لما أنت تقولي لي امشي. وهنا تأتي الخطوة الرابعة والمثيرة. قدامك اختيارين، يا إما تختفي بشكل مفاجئ مرة واحدة، يا إما تختفي بشكل تدريجي، انك تبطل ترد على رسائل او ترد عليها متاخر، كلامك يقل، عاطفتك تقل، الكلام اللي كنت بتعمله من شويه ده مش موجود. وطبعا ما تنساش سواء اختفيت بشكل مفاجئ او اختفيت بشكل تدريجي، اوعى تدي اسباب، سيبها لدماغها، وبكده ابقى ضمنت لك ان هي حياتها اتدمرت على ايدك. طبعا مش بقولك الكلام ده علشان سيادتك تعمله، انا بقولك الكلام ده علشان تدرك ان انت لو بتعمله ان انت انسان سلبي وتوكسيك والدنيا دواره وبتلسوع. وطبعا الكلام ده ليكي علشان تعرفي انك ما ينفعش تمشي ورا مشاعرك بنسبة 100% مهما كانت تلك المشاعر جميلة، وان من رحمة ربنا وعدله في اجراس خطر عقلية بتبدأ تيجي اثناء العلاقة بتحسسك ان في حاجة غلط. امشي ورا الاصوات دي، ما تتجاهليهاش، هتزعلي. خدي موقف وفكري، حكمي عقلك، لان هو ده اللي هينجيكي من موقف شبه كده.